بص، انا عارف ان انت بتكره باباك ومامتك جدا، وانا مش عامل الفيديو ده خالص عشان اقول لك الكلام اللي انت اكيد حافظه، ان عيب يا حبيبي ما تبقاش متضايق من باباك كده. باباك عايز مصلحتك ومامتك بتحبك جدا. لا، انا عارف ان انت بتعاني، وعارف ان هما كل يوم بيعملوا حاجات مش منطقية وملهاش مبرر، ومفيش حد بيحب حد يعمل معاه كده. غرضي في الفيديو ده هو اني اقول لك او اكلمك على 3 مبادئ. ال3 مبادئ دول انت لو طبقتهم في حياتك من دلوقتي هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا، لان انا في يوم من الايام كنت بعاني زيك. فالموضوع ده زي ما تقول كده عن تجربة يعني، ومش شرط لو انت دلوقتي واحد مش مراهق بس دخلت الفيديو ده لسبب ما، فبالتالي نفس المبادئ دي هتطبقها في حياتك، هتفيدك بشكل كبير. انا غرضي هو انك تقدر تعيش في سلام داخلي وهدوء وراحة في وسط المعاناة والألم. ده هدفي من القناة دي بشكل عام. فبالتالي يلا بينا نبدأ مع أول مبدأ هكلمك عليه في الفيديو ده، وهو إن مش الموقف أو مش الفعل هو اللي بيسبب الشعور. يعني فكرة إن لما حد يعمل حاجة والحاجة دي تضايقنا، فإحنا على طول بنربط وبنقول الشخص ده ضايقنا أو الفعل ده هو اللي ضايقنا. بس ده وهم. اللي بيحصل إن لما فعل يحصل لك ويضايقك مثلا أو يفرحك أيا كان الشعور، يعني مش بسبب الفعل نفسه، ولكن بسبب المعنى اللي عقلك اداه للفعل ده. تعال أقول لك أنا قصدي إيه. دلوقتي أقول لك على مثلا جملة واحدة هتتقال في موقفين نفس الجملة، ولكن في كل موقف من الموقفين دول هيكون رد فعلك أنت مختلف، مع إنها نفس الجملة بنفس تون الصوت بنفس الأداء بنفس كل حاجة، ولكن أنت في مرة هتتضايق ومرة لأ. مثلا لو باباك دخل عليك في يوم من الأيام وانتي مثلا يا ستي كنتي نازلة رايحة تتفسحي أو رايحة مع أصحابك أو أيا كان رايحة فين، وفجأة بابا دخل وقالك ايه ده؟ ايه اللي انت رايحه فين؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ خش جوه. لا، اللي انت لابساه ده مفيش نزول، مش هتنزلي. افترض في الموقف ده ان وانت رايح مع اصحابك ما كنتش تعرف ان في مظاهرات كتير تحت والدنيا مقلوبة وفي عربيات بتتكسر وانفجارات وبتاع. فبالتالي لما باباك يزعق كده او يقولك الجملة دي اللي هو ما انتش رايح في حتة اتجننت ولا ايه وبزعيق كده وبصوت عالي، انت هتكون متفهم، بل بالعكس ممكن تحس كده باحساس جميل من بعيد ان هو يا سلام قد ايه بابايا بيخاف عليا جدا ومش عايز ينزلني عشان ما تأذيش في وسط البلاوي اللي بتحصل بره. ولكن في موقف تاني نفس الجملة لو مفيش اي حاجة بقى بره، ولكن فجأة كده لقيت باباك من غير سبب بابا انا رايح في الحتة الفلانية. لا، مفيش نزول. اتجننت ولا ايه؟ خش، ما انتش نازل في حته. نفس الجملة اللي اتقالت، بس علشان عقلك في الموقف ده شايف ان الرفض ده مش مبرر، فبالتالي انت هتشوفها تقييد بالقاف مش تقييد بالواو بأي حد، لا تقييد لحريتك انت. فهتتضايق وهتتعفرت اللي هو لا انا لازم انزل، ما انا عايز انزل، فاهم؟ في موقف انت تفهمت الرفض بتاع باباك، وموقف تاني لقيتين ان هو لا بيأيد حريتك وبتاع. ومن هنا تيجي فكرة مهمة جدا، وهي ان طالما عقلي هو اللي بيدي معنى للموقف وبعد كده انا بحس بحاجة، وطالما ده عقلي انا يعني تحت سيطرتي انا، فبكده الموضوع اصبح بتاعي، مش كده ولا ايه؟ انا اقدر اغير المعنى ده، فبالتالي اقدر اغير في ردود افعالي مهما كانت هي ايه. ما تبقاش ردود افعالي تلقائية، يعني غصب عني حاجة حصلت فبالتالي حصل رد فعل غضب، مثلا حد قال لي كلمة فأعمل رد فعل. لا، هتبدأ انت بعد ما عرفت المعلومة دي هتبدأي تركزي على المعنى. انا هنا متضايقة جدا وهولع وهشد في شعري، اعرف ان كده عقلك ادى معنى للموقف ده او للكلمة اللي اتقالت دي. مرة مع التانية هيبطل عقلنا يدي معنى لوحده للشيء. المبدأ التاني يا صديقي ويا صديقتي هو ان اللي انت بتركز عليه او بتقاومه، طبعا بين قوسين دي، اللي انت بتركز عليه او بتقاومه بيزيد في حياتك اكتر، خاصة لو كان اللي بتركز عليه ده مصاحب بمشاعر.
هل لاحظت انت بقى ان اكتر حاجة بتضايقك هي اكتر حاجة بتكون موجودة في حياتك باستمرار؟ بتلاقيها بتزيد في حياتك بطريقة تضحك لانك مركز عليها بمشاعر. لاحظ انا قلت المشاعر صح؟ يعني مش دعوة بقى المشاعر دي مشاعر فرح، متعة، غضب، ألم، فرح، ايا كان المشاعر اللي انت بتركز عليه بعقلك. وخلي بالك عقلك مالوش اي دعوة، هو ما بيفهمش حتة الحاجة دي انت حاببها ولا لا. هو بالنسبة لعقلك انت في حاجة بتحطها في عقلك، انت في حاجة حاططها في خيالك باستمرار وبتديها مشاعر، بتديها احساس. المبدأ الثالث والاخير اللي هتلاقي كل الناس مش بتطبقه لانه اصعب واحد، وعقلك انت دلوقتي هيرفضه اول ما اقوله، هو انك تعيش بس في اللحظة دي. ليه معظم الناس بترفضه؟ لانه صعب. لو حاجة سهلة كانت كل الناس عملتها. ولكن خليني اسألك، هل انت بص حواليك كده، وهل انت شايفة حواليك كل الناس عايشة في سلام داخلي واستمتاع وراحة وراحة بال وهدوء؟ كده لا، صح؟ 99% من الناس دلوقتي كلهم تعبانين نفسيا، كلهم في حالة من المعاناة بشكل او باخر. فانا عامل الفيديو ده علشان اقول لك على طريق تاني، اللي هو انا ممكن اكون عايش بعمل اللي انا عايزه، بتحصل لي كل الحاجات اللي انا حاببها، عايش في سلام داخلي بشكل عام. هل انت بقى متوقع انك تكون بتعمل نفس الحاجات اللي كل الناس بتعملها؟ ولا اكيد في حاجة او في مهارة معينة تقريبا محدش بيعملها، صح؟ اكيد انت هتعمل حاجة معظم الناس التانية ما بتعملهاش، فبالتالي هتؤدي لنتيجة ما بتحصلش لمعظم الناس التانية. فبالتالي الاسهل انك تكون دايما بتفكر في اللي فات وشايل هم اللي جاي. اوعى تفكر ان انت كده ذكي لما عقلك دلوقتي يقول لك ايه يا عم الواد ده بيقول ايه، هو ايه اللي اقعد كده في اللحظه وافكر بس في اللحظه دي، ده انا كده مش هفكر خالص، ما افكرش بقى في مستقبلي. لا، ما تفكرش في مستقبلك. هو انت المجتمع، انا عارف ان المجتمع مفهمك ومفهمك انك لازم تشيلي هم مستقبلك وكده، وعشان كده تبقي شخصيه ناجحه، يعني دي حاجه حلوه. طب ما هو كل الناس تعمل كده، ما كل الناس بتفكر في مستقبلها. هل انت شايف ان كل الناس ناجحه؟ هل انت شايف ان كل الناس مبسوطه؟ اكيد مش هو ده السر، صح؟ المفارقه انك لما تسيب، تعمل let go، يعني تسيب وما تفكرش في المستقبل وتعيش بس في اللحظه دي، تخيل ان انت ساعتها بتنجح نجاح رهيب جدا عمرك ما كنت تتخيله او تحققه. مهما كان مجالك عمرك كنت تحققه وانت شايل هم المستقبل ومتفكر في اللي فات وكده. فبالتالي اوعى تتخدع بالخدعه دي، اللي هو انا لما افكر او لما اشيل هم المستقبل، لما اشيل هم المستقبل كده واللي جاي، وعيش دايما في الوقت، عيش في الزمن اللي هو مش دايما اللي انا فيه، مش المهم اللي انا فيه، لا المهم اللحظه اللي جايه، المهم لا انا رايح فين، مش مهم انا فين. الاتجاه ده انت لو واخده في حياتك ابقى قابلني لو نجحت، وابقى قابلني لو شميت ريحه السلام الداخلي حتى. طبق الثلاث مبادئ دول وقول لي في الكومنتس تحت ايه التأثير، ايه النتيجة في حياتك. اتمنى، او انا مش بتمنى، انا متأكد او بوعدك انك هتلاقي تغيير كبير جدا. ايا كان انت مين، ايا كان سنك، هتحس بفرق. اشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. انا ندى رجب، واشوفك في الفيديو اللي جاي على خير، واشكرك جدا جدا على المشاهدة، وسلام.